يعني ايه يا دكتور ابني متاخر في النطق؟ او يعني ايه اصلا تاخر لغوي ده؟ طيب يعني ايه او ازاي احدد ان ابني متاخر في النطق او متاخر في اللغه عن اللي في سنه او عن اللي في عمره؟ امتى اصلا اعرض ابني على اخصائي تخاطب او اعرف ان ابني محتاج اخصائي تخاطب ولازم اتحرك بيه؟ كل الاسئله ديت اللي هنجاوب عليها في الفيديو. طيب يعني ايه التأخر اللغوي او يعني ايه ابني متأخر في النطق؟ يعني الطفل متأخر في اكتساب المهارات اللغوية عن اللي في عمره او عن اللي في سنه. بمعنى ايه؟ انه ممكن يبقى فاهم كل حاجة او عارف كل حاجة بس ما بيعبرش، ما بيطلبش، ما بيقولش هاتي، ما بيقولش اسم الحاجة مسمياتها، ما بيقولش مثلا عاوز كذا او ما بيقولش ده كذا، بيشاور، بياخد ايد ماما ويروح يجيب الحاجة. هو دوت الطفل المتأخر في النطق، انه هو ما عندهوش اللغة التعبيرية بالشكل الكويس او معبرش عن احتياجاته. طب ايه تاني التأخر اللغوي؟ انه ممكن يبقى طفل ما عندهوش لغة معرفية. يعني ايه لغة معرفية؟ يعني مش عارف الحاجات اللي حوالين منه، مش عارف مسميات الحاجة. دي بيبقى عنده ضعف في اللغة الاستقبالية وضعف في اللغة التعبيرية، ده مسمى التأخر اللغوي. طيب في أطفال بتتحسن بسرعة. طيب ازاي اعرف ان انا ابني متاخر في اللغه او متاخر في النطق؟ من عمر ال6 شهور لعمر السنه الطفل بيبدا يصدر اصوات زي بابا، ماما، مام. في نفس الوقت بيبدا يستجيب لاسمه او ينتبه لما حد ينده عليه باسمه، بيعرف الاشخاص اللي موجودين حوالين منه، بابا، ماما، تيتا، جده. لو عنده اخوات بيبقى عارفهم. من عمر السنه لعمر السنه ونص بيبدا الطفل يصدر اصوات، بيبدا يعرف الحاجات اللي موجوده حوالين منه، بيبدا يفهم او يستجيب للاوامر او التعليمات البسيطه. يعني مثلا هات الكوره، هات الكوبايه، هات الشوز. كل الحاجات دي الطفل بيبدا يفهمها. زائد ان هو كمان بيستخدم حتى لو كلمات بسيطه للتواصل او للتعبير، او ان هو ينده على اللي حوالين منه. ما بيستخدمش لغه الاشاره بس، او مش بيشاور على الحاجات. في عمر السنتين الطفل بيكون كون حصيله لغويه ما تقلش عن 50 كلمه اذا ما كانش اكتر، على حسب التفاعل الاجتماعي بتاع الطفل والاسره بتاعته. وطبعا برضو في عمر السنتين بيكون الطفل بدأ يعمل او بدأ يكون جملة من كلمتين، زي مثلا عايز ماما، عايز امبو، عايز باي، عايز بابا، عايز ماما. بيطلب الحاجات بتاعته او احتياجاته اليومية على طريق جملة من. عمر ال3 سنين بقى بيعبر عن كل احتياجاته اليومية، بيكون جملة من 3 كلمات، بيبدأ يفهم الأوامر اللي حوالين منه، بيبدأ يعمل حوار بسيط، بيرد على أسئلة. ده في عمر ال3 سنين. طيب عمر ال4 سنين تمام، الطفل بيبدأ يحكي حوار ويجاوب على الأسئلة الاجتماعية ويعرف يتفاعل مع اللي حوالين منه، وبناء عليه بنبدأ معاه من مرحلة مهارات ما قبل الأكاديمي أو التأسيس البسيط. امتى يا دكتور ابدا اعرض ابني على اخصائي تخاطب او اوديه لحد متخصص؟ اول لما تلاقي ابنك متاخر عن اي مرحله عمريه من اللي احنا اتكلمنا فيها دي، او ما عندهوش مهاره من اي مهاره من اللي احنا اتكلمنا فيها دي، لازم تعرضيه على اخصائي تخاطب وعشان يقيم لك ابنك ويشوف هو في انهي مرحله عمريه بالظبط وايه اللي ناقصه من المهارات، وتشتغلي عليه وتكمليه ويديكي برنامج اساسي تشتغلي عليه. وطبعا ما ننساش ان كل التدخل مكان مبكر، كل ما ابني هيتحسن اسرع، كل ما هيكون فيه استجابه احسن، كل ما هو هيحصل اللي قده او اللي في عمره من المراحل العمريه ومن المراحل السنيه. ما تنسوش ان احنا دايما لازما ناخد بالنا من المراحل العمريه بتاعت اطفالنا والتطور بتاعهم. لو التطور بتاعهم اقل يبقى انا لازم اقلق ولازم اروح لاخصائي تخاطب. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ولادكم عندهم قد ايه وبيتكلموا كام كلمه عشان اقول لكم اذا كانوا متاخرين ولا كده تمام ولا لا. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس.